ازاي تقيس شطر كاميرات نيكون عن طريق الموبايل بكل سهولة. وفي الحلقة دي ان شاء الله هنقيس الشطر عن طريق كاميرا نيكون 610. وطبعا الشرح ده هيكون عن طريق الموبايل، تقيس الشطر عن طريق الموبايل. ولازم طبعا يكون معاك كارت ميموري زي ده كده، اللي هو الكونفرتة الكبيرة اللي زي دي، وكارت ميموري الصغير اللي زي ده. ولازم تحط الكارت الميموري في الكونفرتة بالشكل ده كده. تمام. بعد ما بنحط الكونفرتة كده بنركب الكونفرتة نفسها في الكاميرا، ولازم نتأكد ان اللمبة اللي تحت دي قادت، وكمان لازم نتأكد ان الكارت قبل على الكاميرا. بعد كده بنفتح الكاميرا. بعد ما نفتح الكاميرا بنشيل الكاب، بناخد لقطة صورة، بنصور صورة يعني عادي بالكاميرا. بعد ما بنصور صورة، دي الصورة اهي، بنخلع كارت الميموري من الكاميرا. وبعد كده بنخلع الكارت الميموري من الكونفرتة، بنركب كارت ميموري في الموبايل بالشكل ده. طبعا بعد ما اتاكدنا ان كارت ميموري قبل على الموبايل، بنخش على جوجل. تمام. بنسرش وبنكتب كلمه شاتر كاونت، هي عامه مكتوبه عندي كنت انا باحث عليها. بيجي لك اول موقع اسمه كاميرا شاتر كاونت، بتخش عليها. بعد ما بتخش ويجي لك الموقع بالطريقه دي كده، تضغط على الناحيه الشمال دي كده ان هو تحميل صوره، بتحميل ملف. وبعد كده بتخش بتجيب الاستوديو، وبتحاول تحمل الصوره اللي هي لسه انت لاقطها من الكاميرا. طبعا بعد ما بتلاقي الصورة بتضغط عليها، وبعد كده بنعمل ابلود، وهنستنى 10 او 5 دقايق لحد ما الصورة تبان معانا. وبعد كده الصورة بتبان معانا بكل سهولة، يعني بعد 10 دقايق بتلاقي ان الشطر بان معاك بالطريقة دي كده. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي. يلا.